بيت أبو وأم سبونج بوب وقع وللأسف اتدمر، فجوا يعيشوا مع ابنهم في بيت الأناناس. وعشان سبونج بوب بيعمل لقطة حلوة قدامهم، لبس حتة على الحبل ولعلع عشان يبان راجل ناضج ومحترم، بس في نظرهم هيفضل طول عمره عيل صغير. أول ما وصلوا الجو كان قفش حبتين، لأن سبونج بوب كان مرتب ليلة خنيقة للكبار بس، كلها كلام في الضرائب والسياسة، والنوم الساعة 4 العصر بالدقيقة. الأب طبعا ما عجبوش الكلام، والأم مشيت على الجدول بالمسطرة، وعلى الميعاد رخوا جثثهم على السرير. فجأة طلعت دوشة من بره، فزعق سبونج بوب وقال: في ناس كبار عايزين يتخمدوا هنا. الأب حس إن ابنه بقى خنيق قوي والعيشة دي تزهق، فاقترح على الأم يخلعوا من وراه يتفسحوا. وفعلا اتسحبوا من الشباك وأخدوا العربية وطلعوا يهيصوا، ورجعوا على بليل مبسوطين على الآخر. سبونج بوب كان قاعد مستنيهم وقلقان جدا على سلامتهم، وقال لهم: انتوا بتتصرفوا زي العيال. الأب رد: انت اللي بقيت دائرة قديمة، وجاء وقتك تتفصع وتتبسط معانا رصيد، ولا مرضيتش؟ واخدوا معاه عشان يدوق طعم الهيصة بجد. أول محطة كانت عند بيت شفيق، والأم حدفت ورق تواليت على السطح، وصمموا إن سبونج بوب ينزل يشاركهم اللعب العيل ده. بعدها وصلوا لحلبة مصارعة مقنعة، والمصيبة إن الأب والأم دخلوا يشاركوا بنفسهم في الماتش. الأب اتحدف ووقع بكل سهولة، فالأم دخلت تجيب حقه. سبونج بوب كان متوتر جدا وهو بيتفرج، وما قدرش يستحمل ونزل الحلبة يلحقهم، بس لقاهم قعدوا وسط الجمهور بيشجعوه هو. وفجأة هجم شخص ضخم على سبونج بوب وفضل يجري وراه لحد ما قفشه وثبته، بس الأب لحقه في آخر لحظة وقال له: ها، مش الفسحة دي طلعت حلوة؟ بعدها وصلوا لصالة تزلج، والأب والأم لبسوا كوتشيات التزلج وفضلوا يلفوا وخرجوا لغاية البحر، وسبونج بوب ماشي وراهم مش ملاحق وهلكان. على أواخر الليل رجعوا البيت، وسبونج بوب جاب آخره من جنونهم، وفكر إن العقل ما ينفعوش من أساسه. وكمان لقوا بيت الأناناس اتهد وبقى تراب، فسبونج بوب من كتر التعب راح في النوم في حضنهم. الأب قرر ياخده يعيش معاهم في بيت الأفوكادو الجديد لغاية ما بيت الأناناس يرجع يكبر تاني، وقال لمراته: يا ترى الواد ده هيكبر ويبقى عاقل إمتى؟ فردت: يا رب مش قريب قوي. مش كده يا حبيبي؟